السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. جمعة مباركة عليكم أحبابي وأخواتي المحترمين، جمعة مباركة عليكم وعلى أحبابكم. فيديو النهاردة استفزني بصراحة. بعض كلاب أو ماسحي أحذية رؤوس الأموال اللي بيتطاولوا على الفنان المحترم محمد صبحي، الفنان اللي ليه إرث فني كبير جدا ومن أنظف الفنانين اللي احنا عرفناهم في حياتنا من بدايته لما حبيناه في رحلة المليون، عائلة ونيس، فارس بلا جواد، وكتير من أعماله الفنية اللي كان بيطرح فيها قضايا ويناقش فيها قضايا مهمة جدا. لكن محمد صبحي مش من النوع اللي بيبوس الإيد أو بينحني قدام المال. محمد صبحي قال رأيه بصراحة في الشوال اللي كان عايز يوسخ سمعة مصر وعلى حاططها على راسه، وداير يزعق عايز يوسخ صورة مصر في أي مكان. وبعض العرب الأوباش اللي ما بيحبوش مصر وبالتالي هم ما بيحبوش بلادهم، لأن ده لو عربي نضيف وعربي عنده وطنية لبلده هيحب مصر، لأن مصر هي الجزائر، هي تونس، هي المغرب، هي السعودية، هي الكويت، هي الإمارات. مصر هي العراق، هي اليمن، هي عمان، هي عمان. مصر كل حتة. مصر هي سوريا، مصر هي لبنان، مصر هي فلسطين. فاللي بيحب بلده بيحب مصر، وما فيش مصري بيكره دولة عربية، بالعكس. ولكن دعاة الفتنة، تجار النساء، الشواذ، أسلحة الماسونية في الوطن العربي، بيشوهوا كل حاجة جميلة في مصر، بيحاربوا كل شيء جميل. طبعا من مذيعين بيلحسوا الأحذية، لفنانين بيتمرمغوا تحت تراب الجزم، لكتاب حلنجية، نصابين، أفاقين. لكن يظهر فنان محترم زي محمد صبحي وزي محمد سلام اللي رفض انه يضحك او يضحك ناس واخواته بيموتوا في غزة. تمام. فالحرب شغالة على محمد صبحي، حرب غريبة. وللأسف الشوال بيدفع، والمرتزقة الكلاب ولاد الحرام، أقل ما يقال عنهم إنهم ولاد حرام. ولو عملوا تحليل DNA هيتعرفوا إنهم ولاد حرام. يغلطوا في رمز زي محمد صبحي. محمد صبحي زي علم من أعلام مصر، زيه زي فاتن حمامة، زيه زي فريد شوقي، زيه زي الكبار. مصر اللي صدرت الثقافة للعالم، مصر اللي صدرت الثقافة للعالم. نهز واحد زي محمد صبحي فيها قدام الناس؟ بالعكس، الناس كل ما بتغلطه الناس بتحبه أكتر، لأنه هو فنان محبوب. فأنا بتعجب بس للكلاب اللي هم عشان $100 ولا $200 يبيعوا شرفهم. وانا اسف، يعني كلمه يبيعوا شرفهم على اساس ان هم عندهم شرف، دول ما عندهمش شرف، والله ما عندهم شرف. انا من نفسي تحيه حب واجلال ليك يا محمد يا صبحي، فنان محترم، فنان قدير. ربنا يحفظك ويحفظ بيك الفن. انت خدت الفن على عاتقك بتحافظ عليه، زيك زي كتير من الشرفاء اللي رفضوا ان هم يبقوا احذية او اربطة في احذية او كعوب في احذية اصحاب المال الحرام، اللي هم مش عارف هم مسلمين، اشك ان هم مسلمين اساسا، لان هم بيحاربوا الاسلام بشتى الطرق. هم نفسهم بيحاربوا الاسلام. فما تزعلش يا استاذ محمد، مصر وراك، مصر النظيفة، مصر المحترمة، مصر اللي علمت العالم الحب، مصر اللي علمت العالم الأدب، هي اللي وراك. وشرفاء الوطن العربي كلهم وراك.
شرفاء وشريفات الوطن العربي كله وراك. مش هتخسر حب جمهورك أبدا، لأن أنت فنان علمت تعليمات كويسة جدا في قلوب الجمهور. محدش هينسى سنبل، محدش هينسى ونيس، فارس بلا جواد اللي حضرتك بدعت فيه محدش هينساه، علي بيه مظهر محدش هينساه. يكفينا فخر آه، إن كلامك صادق، ولما بتتكلم بحكمة، إن دلت فإنما تدل على إن إنسان متربي بيتكلم. فما تاخدش عليهم يا أستاذ محمد، دي مجرد زوبعة فنجان، شوية كلاب مؤجرين للهتافات، وخلاص طالما السبوبة خلصت هيترموا، لأن هم كلاب، هم زي السيجارة بتتباس بالفم وتداس بالقدم. فدع الكلاب تعوي والقافلة تسير. محمد صبحي لك كل حب وتقدير من مواطن مصري بيعبر عن مصريين كتير شرفاء. تحياتي ليك، تحياتي لفنك الجميل. ربنا يسعدك زي ما أسعدتنا وزي ما بتسعدنا، وربنا يبعد عنك ولاد الحرام لأنهم كتار بصراحة، ربنا كتار جدا، وما أكثر ولاد الحرام في بلدنا بل في الوطن العربي. الزيول رجول الكراسي زي ما بنقول عندنا في بلادنا، دول رجول كرسي أو رجل كرسي، ما تاخدش ببالك. ازعل من بني آدم، ازعل من واحد عنده شرف، ازعل من واحد محترم، لكن عديم الشرف ما هتاخد منه ايه؟ الغير محترم هيأثر فيك في ايه؟ تحياتي ليك يا محمد بيه، وشكرا على وجودك في حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.